تعال اقول لك عن اقدم واشهر كبابجي موجود في السيده زينب، واللي حرفيا اتصور عنده اكتر من فيلمين للفنان عادل امام. كباب الكباب نخلي عيشك كباب، كباب الكباب نخلي عيشك كباب. كبابجي محمد الرفاعي، وهو فاتح في السيده زينب من 1955، يعني 60 سنه تقريبا. وهو برضه اول واحد اخترع الويسكي الحلال اللي هي ميه السلطه. انا بتكلم باسم كبابجي الرفاعي، الله يرحمه الحاج محمد الرفاعي. احنا بدانا بباترينا بره، كان الكلام ده سنه 63. وعن قصه كفاح بدأها بباترينا لحد ما وصل للعلماء والممثلين والمشاهير العالم لحد عنده، وهو فرع واحد والمكان متقسم نصين، صاله مكيفه وصاله خارجيه. وعن عيش المونه الاختراع اللي بيقدمه، هو بيبقى عباره عن عيش محمص مشوي على الفحم طبعا، وده غير السلطات المميزه صلي وسلم وبارك عليه، صلي عليه. وده غير معامله الاستاف هناك، بيحسسوك انك منهم. وعن السفره الجميله اللي تفتح النفس، وعن اكبر صباع كفته موجود عنده. وحرفيا بالنسبه للاكل فهو مش محتاج تقييم. ونسيت اقول لك، لو انت من عشاق الموزه